النبي يا جماعة مش عايزين فزلكة. يعني ايه مش عايزين فزلكة؟ استنى اشرب بق الشاي واقول لكم. مش عايزين فزلكة، يعني الناس اللي بتطلع تفسر هو ليه ربنا عمل معايا كده. في ناس تقول لك ده عشان يعلمك درس، ناس تقول لك لا اصله عايزك، اصل انت كنت بعيد وهو عايز يسمع صوتك وتقرب منه. لا مش شرط، ما يمكن هو غضبان عليك، انت ايش عرفك؟ الموضوع ما فيش تفسيرات، ما فيش اسباب، هو كده. هو كده. هتعمل ايه؟ هتكفر؟ هتكفر على نفسك، يعني ضررك لنفسك، هو مش هيتضر في حاجة، انت حرة من اللي تعمله. ده ملكه وانت يا دوب ضيف فيه شوية، وهتروح له هيحاسبك على كل نفس انت طلعته. هيحاسبك حتى لو انت مش مؤمن بيه، هيحاسبك. فنستهدى بالله كده، ونلزم الصراط المستقيم. لانك عمرك ما هتعرف ربنا قصده ايه من التصرف ده، والله لو اتزرعت من دماغك ما هتعرف على وجه اليقين ربنا قصده ايه من الحاجات اللي عملها في حياتك الوحشه. انا بتكلم هنا على الحاجات الوحشه اللي انت شايف من وجهه نظرك ان هي وحشه، لانه انا قضيت نص حياتي، مش نص حياتي كلها بفكر في حاجات حصلت كلها في صالحي، ده اللي انا عرفته. والحمد لله ما استنيتش وقت طويل، بالعكس ده الرحمة كانت في عز الأزمة. يعني شفت الرحمة في عز الأزمة، الحمد لله بفضل الله. يعني فأنا عايزة أوصل لك المعنى ده، هو كده، تسميها بقى عافية، تسميها زي ما تسميها. ربنا مش محتاج أصلا إنه يتعافى عليك ولأن أنت نقطة في بحره، وانت اصلا غير مؤهل. عقلنا البشري لا يقوى ان هو يعرف مراد ربنا من الاشياء، مع احترام لكل الشيوخ وكل العلماء اللي عملوا كتب في تفسيرات القرآن وفي كل حاجة. انا من وجهة نظري ان لو كل واحد قعد على القرآن مثلا لوحده، لو احنا مثلا 8 مليار بني ادم، هنطلع ب 8 مليار تفسير كل واحد بقى هيفسر على حسب حياته ماشية ازاي. والله يا جماعة الكلام ده أنا بقوله بعد يعني ما عصرت دماغي لمدة لعشرات السنين. استهدى بالله كده واخشع، عشان إن شاء الله كده يوم القيامة لما تقف ملط، أنا آسفة في التعبير، قدام ربنا، ربنا كده يكرمنا ويرحمنا ويدخلنا الجنة. أنا عايزاكي تعيشي بالمعنى ده، بقلب مذلول خاضع لله رب العالمين. أيوة زي ما سمعتي كده بالظبط، عايزة قلبك يبقى مذلول لربنا، خانع وخاضع ل- لرب العالمين والأقدار. ولو خدتي، فوالله لو خدتي اللي انت عايزاه من الدنيا كتر خير ربنا ومتشكرة. والله ما خدتيش اللي انت عايزاه، خلاص هو كده، اعتبري ربنا بيقولك هو كده. ايوه هو كده، من حكم في ماله ما ظلم، ده ملك ربنا مش ملكك. واحنا كده مشدودين من قورتنا، من جبهتنا، من رقبتنا لربنا، سواء رضيتي او مرضتيش، قبلتي او ما قبلتيش. ده مش ماله بس، لا ده ماله وده ملكه، وده خلقه، هو حر يعمل اللي يعمله. بصي، انا مش عايزاك تشغلي دماغك بشغل ربنا، ومش عايزاكي تشغلي دماغك على ربنا. يعني ايه؟ يعني ما تقعديش تسالي نفسك هو ليه انا حصل لي كده، هو ليه انا فشلت في الحاجه الفلانيه دي، طب ليه هي ما جاتليش. لا، اول ما السؤال ده يخطر على بالك افتكري الجمله دي والجواب ده، هو كده. فهتعملي ايه؟ هم؟ هتعملي ايه يا شاطره؟ ولا حاجه. على الجانب الاخر، قومي لحد ما تموتي، قومي لاخر نفس. ما جاتلكيش الحاجه من السكه اللي انت ماشيه فيها دي، غيري السكه، روحي سكه تانية. حاولي، انا ما بقولكيش ما تحاوليش، حاولي. يبقى انا عايزاك تتقبلي الوضع وتتعاملي معاه، وفي نفس الوقت في اكشن ناحيه الحاجه اللي انت عايزاها. طالما انت لسه ما متيش يبقى تحاولي. وبعدين والله لو خدتي اللي انت عايزاه الف حمد، ما خدتيش اللي انت عايزاه برضو الف حمد، وبعدين ترجعي تحاولي. فانا دلوقتي بديكي دايره مفرغه تفضلي تلفي فيها وتدوري لحد ما كلنا نقابل رب العالمين، اللي هي ايه؟ انك تحاولي ناحيه الحاجه اللي انت عايزاها. والله خدتي اللي انت عايزاه الف حمد، ما خدتيش اللي انت عايزاه برضو الف حمد، وترجعي تدوري في نفس الدايره المفرغه دي تاني وتحاولي. والله خدت اللي انت عايزاه الف حمد، ما خدتيش اللي انت عايزاه برضو الف حمد، وتحاولي تاني ناحيه الهدف بتاعك، وهكذا لحد ما تقابلي وجه كريم. إيه
بصي ولما تيجي تطلبي حاجة مع ربنا يعني انسي المنطق خالص. المنطق ده ولا كأنه موجود ولا كأنك تعرفيه. بصي هو الحكاية دي صعبة بس هي كده. لما تمشي شوية في الدنيا وتبدأي تلاقي حاجات بتجيلك ما كانتش منطقية، هتبدأي تفهمي المعنى ده، انه ممكن حاجة مش منطقية تحصل عادي جدا. فطبعا احنا صعب بالنسبة لينا احنا نستخدم المنطق في كل حاجة. في كتير من الأحداث يعني بتحصل ممكن ما تبقاش لوجيك بالنسبة لك لكنها بتحصل. ف... فنستنتج من ده انه مع ربنا مفيش حاجة اسمها منطق. اطلبي اللي انت عايزاه من غير منطق، حتى لو حاجة انت ما تستحقيهاش من وجهة نظرك اطلبيها. يعني مفيش غير ربنا نطمع فيه، ده من الاخر يعني. دعوتك ما فيهاش منطق برضو ادعي ربنا بيها خلاص. فالله هرجعك تاني لنفس الدايرة. والله لو خدتي اللي انت عايزاه ألف حمد، لو ما خدتيش اللي انت عايزاه برضو ألف حمد، وترجعي تحاولي تاني. اوعوا تنسوا الدايرة المفرغة دي. لان احنا لو المسألة كانت بالمنطق في الدين يعني مش عايزة احوله الفيديو ديني، لكن المسألة لو بالمنطق مع ربنا، ايه اللي هيخلينا نسافر اخر الدنيا علشان نطوف حوالين حجر اللي هو الكعبة غير انه ربنا عايز كده؟ ها ايه اللي هيخلينا نروح نطوف حواليه وندفع فلوس قد كده؟ ايه اللي هيخلينا نقعد نحرم نفسنا من الاكل والشرب وكل ما هو ضار في نهار رمضان؟ إيه اللي هيخلينا نعمل ده الا اذا كان في ايمان جوانا ان ربنا عايز كده، فاحنا بنعمل كده. طبعا طلع 1000 فيديو بيقولك عن فوائد الصيام، يطلع 1000 فيديو بيقولك عن فوائد الحج، لكن في الحقيقة أنا مش محتاجة أسمع كل دول، مش محتاجة أسمع أي فيديو، مش محتاجة أعرف إيه حكمة ربنا من الموضوع، مش محتاجة أعرف. هو أنا بالنسبة لي والمفروض يبقى بالنسبة لنا كلنا إنه طالما ربنا عايز كده خلاص حاضر مفيش مشكلة. هو ده المبدأ اللي يعني انا مش توصلت له، بس يعني بيفهم كده طبيعيا من كل الاحداث اللي حصلت في الحياة عموما مش في حياتي انا بس. فهي دي الحقيقة الوحيدة. يعني طبعا ما فيش حاجة مطلقة غير ربنا وغير اقداره بس. دي هتبقى اول عادة هدخل بيها سنة 2025. يا رب تبقى سنة خير ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.